فوز منتخب مصر على السعودية 4-0. مش من عادتي ان انا ارد على الكومنتات. انا طالع في الفيديو ده مش عشان اتكلم عن الماتش عموما، انا طالع اتكلم عن النتيجة والكومنتات اللي حصلت عندي في الفيديو اللي فات. كنت معترض على التشكيل، طبعا دخلت عليا الكومنتات بعد الماتش: المنتخب كسب، ابلع، مش عارف ايه، انت مجنون، انت بتهاجم اللعيبه عشان هم في الاهلي، انت مش محايد، انت ما بتشجعش المنتخب المصري. ويقول لك شفت زيزو، شفت امام عاشور، شفت محمد هاني. جنان بقى والشيزوفرينيا ان الناس دي بتقول لي انا كده. طب ما تقول لنفسك انت لحد قبل الماتش ب3 ثواني عايز تمشي زيزو، عايز تمشي امام، عايز تمشي محمد هاني، عايز تمشي نص اللعيبه اللي كانت بتلعب في ماتش النهارده، عايز تمشي ياسر ابراهيم، عايز بتكلمني انا ليه؟ ما تقول لنفسك. خد بالك انا مبسوط بخدعه النهارده، انا كزملكاوي مبسوط بماتش النهارده اكتر منك، لان ده ماتش خدعه انت بلعه. عامه اللي ضعيف في الكوره هتلاقيه بيجري ورا النتائج وما بيجريش ورا الاداء وما بيجريش ورا الاجمالي. ماتش زي ماتش النهارده يفرحنا انا. ابلع انت الخدعه وابلع انت نتيجه النهارده، وخلي اللعيبه دي موجوده في الاهلي عشان تخسرك الدوري وتدهوني. ماتش النهارده في نتيجته هو ماتش استثنائي، زي مثلا ماتش البرازيل لما خسرت 7. هل البرازيل كل يوم هتخسر 7؟ دي حاجه استثنائيه بتحصل مره. ده ماتش النهارده ماتش استثنائي، براحتك انت بقى عايز تاخد ان النتيجه دي ان اللعيبه دي جامده. عيش يا ريس، ما ترجعش تشتكي منهم في اخر الدوري، ما ترجعش تشتكي منهم بعد ما خرجت من افريقيا. بتشتكي ليه؟ انت اللي بتشتكي مش انا. ده انا اللي بدعم اللعيبه دي عشان تكمل في الاهلي. انا واحد من الناس فرحان ان الناس بلعت زيزو، ابلع زيزو كمل. فرحان ان انت النهارده بلعت محمد هاني، خليه يكمل عندك. فرحان النهارده ان الناس مبسوطه بامام عاشور، كملوا يا جماعه، دي حاجه تفيدني انا كزملكاوي. انت بقى لما تخش تقول لي ابلع مش عارف ايه، يا جماعه ده مقلب ليك انت، مش مقلب ليا انا. انت بتقول لي انا ابلع، ده انا اللي بدعم اللعيبه دي مش انت. عموما هو اللي بيحكم بنتائج بس ده فقير في الكوره، والموضوع اعمق من كده بكتير والموضوع اكبر من كده بكتير. بس انا هتكلم بالنظره السطحيه اللي هي عند معظم الناس اللي هي بتتكلم بنظريه طلائع الجيش كسب الاهلي 2-1 يبقى كده طلائع الجيش اجمد من الاهلي. الناس اللي بتاخد بالنتيجه بس. الفكره فين؟ ان نفس الناس دي هتقول له يعني بنفس نظريتك انت واخد بالنتيجه كده طلع الجيش اجمد من الاهلي، يقول لك لا ازاي، ده هو ماتش، ده كسبني، ده مش عارف ايه، يطلع لك مبررات. اما خلاص يا جماعه، يبقى انتوا هنا بتاخدوا بالنتائج وهنا لا، ما بتاخدوش بالنتائج. يا جماعه بطلوا نظره سطحيه وبطلوا جنان. انت داخل بعد الماتش تقول لي ابلع، ابلع ايه؟ ده انا فرحان ان انت خدت الطعم ومبسوط خلاص بتريزيجيه وزيزو وامام ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومبسوط بالناس دي. يا باشا كمل يا باشا، تمام. انا والله ما من عادتي ان انا ارد على كومنتات او ان انا اهتم بموضوع حصل عندي في الكومنتات، بس انا ملاحظ ان الكومنتات تحس ان في انتصار حصل. انتصار ايه؟ انت بنفسك قبل الماتش ب3 ثواني كنت بتهاجم اللعيبه دي، انت بتكلمني انا ليه؟ ما تكلم نفسك خلاص. خد بالك انا بدعم اللعيبه دي انها تكمل في الاهلي وبدعم اللعيبه. تحس ان الناس وصلت لدرجه سطحيه